وقفة مع اتصالات المشاهدين. الأخ الهاشمي القرشي من جدة أظن. تفضل، مرحب بك. السلام عليكم يا ابن العم. أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. وإن شاء الله تشرفنا في أرض الحجاز، أرض الإيمان. ثم أريد أن أشكر التيجاني. تسمعني يا تيجاني؟ أيوة أسمعك. جزاك الله خير. شكرا خاصا لك، والشكر الخاص لك لأنك كنت أجرأ المتقين. المتقون هنا ليسوا الذين يتخذون وقاية من عذاب الله، ولكنهم هم الذين لبسوا مسوح الضأن على قلوب الذئاب، فأنت كنت أصرحهم، فشكرا لك. فقد صرحت بانقلاب الصحابة على أدبارهم وأنهم كفروا وارتدوا. وأنا أسألك وأسأل الإخوان والشيعة في العالم، وأنا من آل البيت ومن أحفاد موسى الكاظم، والشيعة ينزلون في بيتنا في الحجاز مدة 300 عام. أسألك وأسألهم، هل يوصف الله بالحكمة في التدبير؟ وهل الله لطيف بعباده؟ لا أظن أحدا يقول غير ذلك، ولا حتى اليهود ولا النصارى. وعندها أسأل قائلا، كيف يبعث الله نبيا طاهرا خاتما للأنبياء دينه يهيمن على كل الأديان قبله، ويتعب هذا النبي ويجهد ويشتم ويضرب ويقذف، يقذفه المنافقون، وقد تحت كلمة المنافقين يقذفونه في زوجته، فيستدل الله عليهم بالعقل والحجة، فيقول لهم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم، والرزق الكريم هو الجنة. كيف تكون امرأة بشرت بالجنة تقول كتب الشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إنها عائشة؟ هل يعقل أن هذا النبي يكافأ بعد جهاد لمدة ربع قرن، يكافأ والله العدل اللطيف الخبير الحكيم يكافئه بأن يسلط على ذريته بل وعلى دينه؟ وهذا أعظم. أناس المنافقين ليسوا 10 ولا 20، بل كلهم يقال عنهم أنهم منافقون إلا ما تعد أصابع اليدين. هل يعقل هذا في حكمة الله؟ وهل يعقل في حكمة الله أن الله يدع الأمم كلها، العالم كله يتخبطون، ويدع العالم والكون يتخبط ضائع تائه، لأن هذا الكون والعالم ليس له الإمام الذي يعلم أسراره، فإنه غائب في السرداب. وهل يعقل أن عليا الذي غار على فاطمة والتي كانت تأكل مرة من المرات تفاحة، فأخذت التفاحة وأعطتها إلى عبد عندها، فأخذ التفاحة من يدها علي ورماها بالأرض، هذا الغيور القرشي الفحل البطل، هل يعقل رضي الله عنه وفداه أبي وأمي، هل يعقل أنه يترك فرج امرأة ابنته أم كلثوم يغتصبها عمر كما ينقل عن الإمام الصادق جدنا رحمة الله عليه؟ أنا أقول إن أي عقل صحيح يأبى تلاعب الشيعة بفروج البنات الصغيرات في سن 7 كما فعل الخميني، وإن أي عقل صحيح ينفي ما يقوله الخميني والكتاب أمامي في كتابه كشف الأسرار، يقول إن العدل لم يقوم ولا على يد الأنبياء ولا المرسلين، ولم يقم أبدا حتى يخرج المهدي ويقيم هذا العدل. أي عقل يقبل هذا الكلام؟ أخيرا نقول يا سادتي، هذا دين لا يتبعه عاقل، ونحن آل البيت الأشراف والسادة بالحجاز واليمن نتبرأ من كل من يضلل هؤلاء الشيعة الذين أحبونا والذين كانوا ينزلون عندنا. هؤلاء يحبون الرئاسة والشهرة والمناصب والخمس الذي لا يذهب إليك يا هاشمي وأنت من آل البيت، ولا يأتي إلى آل البيت في اليمن وغيرها وهم ضعفاء فقراء. أقول يا شيعة العالم، أدعوكم بكلمة واحدة، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. القرآن كله كتاب التفكر والتأمل والتدبر، فلماذا تسلموا عقولكم وأنتم الأطباء والعلماء والمهندسون والمثقفون عندما يأتي أمر الدين تسلمون عقولكم إلى أناس يبيعون فروج بناتكم لشهواتهم ويركبون أفضل السيارات في الحوزات ويضيعون دين الله
ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا أقول من الدنيا والجاه والشرف، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب مخزٍ أليم. الله الله يا شيعة الإسلام يا شيعة الحق اتبعوا أهل الحق. وأنا أقول للبلوشي وللتيجاني إن كنت يا تيجاني تدعو للوحدة فأنا وآل البيت أول من يدعو للوحدة. الوحدة بين أبي بكر وعمر وعلي وعثمان، الوحدة بين الكتاب والسنة وبين المسلمين. أول من قتل الحسين وعذبه هو أهل الكوفة ممن أنتم أحفادهم وممن أنتم تتبعونهم. أخيرا يا هاشمي هم يعيرون أخانا البلوشي أنه فارسي، والنبي قال لسلمان سلمان منا أهل البيت، وقال لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس ووضع يده على سلمان. وأنا أتكلم مرة أخرى باسم أهل البيت وأقول مستعد أن نأتي على حسابنا ونقبل رأس هذا البلوشي جزاء ما دافع عن مذهب أهل البيت حقا. ونقبل رأس الخميس في لغة العرب هو الجيش. ونتحدى نصر الله وفضل الله وخامنه أن يأتوا لمناظرة أهل السنة من أهل البيت، بل ويأتوا للمباهلة، وسنقدم عليهم خميسنا ودمشقيتنا، وإن شاء الله تعالى لن يثبتوا أمام هذا الخميس. أسأل الله أن يهدي الجميع للخير والصلاح والتقوى، وأن يوحدنا على ملة أبي القاسم، وأن يوحدنا على ملة أهل البيت الذين مشوا على طريقة أبي بكر وعمر. أخيرا أطلب من العالم الإسلامي ليواجه بقوة أعداءه. بعدين في الأخ الخطاط محمود داود يقول لي أخي أقول هذا أرجو الله أن يجزيكم خير الجزاء لما تقدمه من جهد عظيم في سبيل إيصال الحقيقة إلى المسلمين. أقول هذا بعد أن كان لله الفضل ثم لكم ولقناتكم المعطاء، حيث كنتم سببا في تمسكي بأهل السنة والجماعة، لأنني أعمل في شركة وفيها بعض الإخوة الشيعة، وعندما علموا أنني أحب العلم وأسعى إليه تقربوا مني وأصدقكم من قول أنني كنت على وشك التشيع أنا وجمع من الأهل، ولذلك لجهلنا بعقيدتهم الحقيقية التي لولا الله ثم أنتم لما عرفناها. ولذلك فإنني وكل من تبعث تطلع الله على القدير وفقكم لما يحب ويرضى. وأدعو كذلك بالتوفيق لكل من شارك في حلقاتكم المشاهدين والمشاهدات. الأخ أبو حسين من البحرين، مرحب بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل كل شيء أقول إني إن كذبت في شيء مما سأقوله فعلي لعنة الله وملائكته والناس أجمعين. كما أسلم على الشيخ أبو منتصر البلوشي والشيخ عثمان خميس. أنا سيد أبو حسين الموسوي كما يقال عني نجيب الطرفين. نعم. أنا المذهب الشيعي. نعم. أي إن أبواي وأجدادي من الموسوية. سبب هذا اللقاء هو مجرد إني أريد إبلاغ رسالة لإخواني من السنة والشيعة، يعني أنصح إخواني أن يقرأوا كتاب للشيخ عثمان خميس كشف الجاني، رد على التيجاني والضلال. كما أنني أريد أبين لإخواني الشيعة أن ينظروا في مسائل الفروق بيننا وبين مذهبهم. كما أريد ملاحظة أن أذكر أن لدى جدي ضريح قرية من قرى بالبحرين، وهو السيد هاشم الطبلاني، ومما جعلني أغير مذهبي الغلو في آل البيت والشرك الواضح في آل البيت مخالف للفطرة. ولكني أنصح إخواني الشيعة أن يرجعوا إلى أنفسهم فيروا ما هو الحق لا لشيء، فهذا كله لوجه الله تعالى. طيب يعني أنت أبو حسين أنت تقول أنك موسوي وأنك أنت انتقلت من الشيعة إلى السنة وتنصح الشيعة بأن يعني يصنعوا ما صنعت. الحمد لله أسلمت من عدة سنوات، وأنا أعتبر نفسي أسلمت ولا لم أكن على دين جدي. طيب شكرا لك
شكرا لك أبو حسين. لا 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 خلي بعد شوي.